السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنعمل الدونات الجميل. الكمية الجميلة دي هنعمل كيلو دونات. هيعمل معايا 96 واحدة، عشان هما حجمهم صغير مش كبير، وينفع معانا في اللانش بوكس واعياد الميلاد. يلا بينا نبدا معانا الفيديو. اول حاجه بيضتين، يعني كيلو دقيق يعني بيضتين. انا بعمل حاجه اقتصاديه مش مكلفه. عايز تعملي 4 بيضات اعملي 4 بيضات، بس هو بيضتين، معلقه خل ومعلقه اللهم صل على النبي، فانيليا. انا بعجن معايا، عندي لبن رايب فبعجن بيه. ممكن تعجني لبن بس، ممكن تحطي معلقتين لبن بودره وتعجني بميه بس. يعني ده اختياري، ما تلزميش نفسك بحاجه. عشان ايه؟ صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. تعملي، لا انت هتلزمي نفسك بحاجه تلاقي نفسك هتكسري حاجات كتير مش عندك فمش هتعملي. المهم، حطيت معلقه ونص خميره. الخميره دي انا مجرباها كذا مره، فعشان كده بحطها على طول. لسه جايبه الخميره جديده، جربيها في كوبايه او طبق من بره. وحطيت 3 معالق سكر، وبعدين قلبت وبعدين نزلت بكيلو الدقيق. طبعا انا نخليه بره كويس جدا، وحطيت عليهم رشه الملح، وبدات اقلب كده واعجن. طبعا انا غاسله ايدي كويس جدا، انا ما بعرفش البس جوانتي او جلافز، فانا بغسل ايدي وبعجن، والحمد لله على كده. تمام. فانا بعجن ومعايا المواد السائله بحط بيها بالتدريج، ما بنزلش مره واحده، بالتدريج كده واحده واحده، عشان ما ببصش الاقي العجينه سالت مني ومحتاجه دقيق اعمل احط ميه واحط دقيق، لا. فانا بنزل بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، واحده واحده. بنزل شويه لبن رايب اللي هو القاطع وشويه وبعجن. فانزل شويه بشويه وبعجن بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنسوش بقى تفعيل الجرس والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل فيديو انا بعمله. انزل بقى انا رشيت رشه دقيق كده على الرخامه، ونزلت العجينه من الطبق. اكمل بقيه عجنها على الرخامه. ممكن تكملي عجنها في الطبق عادي، بس انا ببقى يعني بتبقى سهله معايا. انا بنزلها على الرخامه كده، ببقى واخده راحتي بقى عجينها براحتي، يعني جامد كده، واخد ودي كده، ناخد ودي ندي مع بعض، عشان تبقى عجينه طريه وناعمه. اهم حاجه تاخد معاكي 10 دقايق بس، هتبقى جميله معاكي بعد كده. حطيتي دلوقتي بقى يا امان؟ حطيت معلقه سمنه. مفيش زبده، عايزه زبده حطي زبده، عايزه زيت حطي زيت، بس يعني دي حاجه اقتصاديه كده موفره. اول ما بتحطي السمنه اللي هي الماده الدهنيه، تبصي بتلاقي العجينه بالشكل اللي شايفينه معايا ده مقطعه. طبعا حطي دقيق؟ لا، قلبي اعجني تانيكي، اعجني. هتبصي هتلاقي العجينه لمت وبقت عجينه ناعمه جميله جدا. بصي او بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، لمت خالص، ما احتاجتش والله ولا نقطه دقيق. بصوا اهو بقت ناعمه ازاي، وبقت جميله وطريه معايا. بس من بعد مده من 5 ل7 دقائق كده، عشان تبقى طريه وناعمه معايا. خلاص كده انا خلصت العجين خالص. شايفين العجينه بقت جميله ازاي؟ ما شاء الله. جبت بقى الطبق اللي انا لسه عاجنه فيه في الاول، سبته في جنب واستخدمته تاني، ما انا مش هقعد كل شويه اغسل في مواعين. هحط بقى معلقه زيت، واروح حاطه العجينه ومقلباها كده وبس، واروح جايبه غطا ومغطيها واسيبها ساعه تخمر. احنا في الجو الصيف ده ممكن تاخد معاكي من نص ساعه ساعه الا ربع. انا بس ما تجهزي حاجتك. غطيتها بغطا وحطيت كمان فوقيها فوطه. شايفين خمرت ازاي وعليت؟ ما شاء الله. طب هيشيل، هيفضي الهواء كله منها، وهياخد قطعه من العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. وبقيه العجين التاني هروح ركناه ورايا او في جنب، واغطيه بغطا عشان ما ينشفش، او بفوطه او بكيس. اهم حاجه ما تدخلش هواء، عشان ما ينشفش العجينه. هرش بقى رشه دقيق كده، واروح فرده، حاطه العجينه واروح فردها بايدي بالنشابه. بصي اي حاجه سهله افردي. انا بفردها سمكها رفيع. هي ممكن تبقى وسط او سمكها تخين، اي حاجه. انا بحب اعملها بسمكها رفيع. عيالي واخدين على كده، وكمان انا عامله كميه كبيره عشان حفله عيد ميلاد. فعشان ما يجوش العيال ياكلوا الشوكولاته والوش ويسيبوا لي بقيه العجين. ما تعرفوش انتوا العيال بيعملوا ايه فينا. المهم، انا فردتها وعصت معايا الكاسه دي، وعصتها دقيق، بقطع كده حجم الدونات بتاعي. ما عنديش قطعه الدونات، عندك قطعه الدونات اعملي بيها خير وبركه، ما عندكيش اعملي زيي. ما تكلفيش نفسك. غطا برطمان، كوبايه، كاسه، اي حاجه. وممكن تعملي بغطاء ازازه، اللي هي بدل ما تستخدمي اللي هي بالبلة القمع دي، ممكن بغطاء ازازه، والله بتبقى جميله. اسهل حاجه اعملي، ما تكلفيش نفسك عشان تعملي حاجات حلوه للعيال وتفرحي بيها العيال. بقيه الحاجه لميت بقى كل العجينه وركنتها في جنب. مش هرميها، لا، ده انا هعجنها، هفردها تاني واعجنها بس في الاخر. جبت هنا صاج، حطيت عليه ورق قراريس. ورق قراريس المفروض ورق زبده. بقول لك، ما انا بقول لك، انا قلت كذا مره اللي احنا بنعمل بارخص التكاليف، ما بنكلفش نفسنا. ونروح رشه كمان رشه دقيق كده. والله لو كانت عندي الرخامه واسعه شويه، لو كنت رشيت على الرخامه رشه دقيق وحطيت الدونات وما استخدمتش ورق ولا الوش ده. فالمهم، حطيت رشه دي كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، واروح شايله الدوناتيه واحده واحده كده بالشكل الجميل بتاعي ده، واروح رصاه فوق الورقه في مسافه ما بينهم اهو بالشكل ده كده. ما شاء الله، الله اكبر. بس كده خلصت الكميه بتاعتي. والله عملت معايا 96 قطعه. كل صاج في المستجان دول فيه 12 واحده. 12 في 8 بكام؟ اجمعوا انتوا بقى، اضربوا انتوا بقى. 12 في 8 ب 86 قطعه. جبت بقى سبتها كمان تخمر. جبت بقى هنا طاسه على النار، حطيت الكره الصغننه دي. انا عملت بس الكره واحده تبقى كره اختبار يعني. ونزلت واحده واحده كده الدونات بتتشال من على الورقه اللي هي رشه عليها دقيق بسهوله. ساعات صبعي بيبقى مبصم، مش مشكله، بس بتبقى سهله وجميله. واروح حاطه كده الدونات على بعض
الدونت على بعض كده، واروح ايه مقلباه، اروح مقلباه بالشكل ده. بس خدي بالك عشان ما يتحرقش. بس اللون الذهبي الجميل العسل بتاعنا ده، بس هو اللون الذهبي ده جميل تحفه. بس ما عملش يا مان الخط الابيض، هقول لك ليه ما عملتش الخط الابيض. اولا الدونت بتاعي رفيع، ثانيا انا مزوده الزيت، انا ممكن لو صغرت الزيت شويه صغيرين هعمل الخط اللي انتوا بتقولوا عليه ده. بس المره الجايه ان شاء الله نعمل لكم بقى الدونت اصلي زي بتاع بره، اللي هو بالزبده وبالبيض الكتير وكبير. بس احنا بنعمل حاجه اقتصاديه عشان في متناول الجميع. بس كده عملت بقى طاسه والثانيه والثالثه. المهم خلصت الكميه، شايفين هي دي الكميه الجميله. الدونت بتاعنا بص طري جميل، طري وجميل جدا، فيها كده تصد وترد معاكي. بس هتزينيه بقى النهارده يا مان؟ لا انا مش هزينه النهارده. امال هتعملي بيه ايه بقى؟ هروح شايلاه في طبق كبير كده، والطبق اهو باين جنبي اهو، وفي كيسه في الثلاجه. وحضرت بقى ايه الحشوات، اللي هو مش حشوات، اللي هو على الوش. معايا شوكولاته، انا مش بعمل دعايه، انا بحب استخدم اللي هي الشوكولاته السما البيضه والبني، ومعايا فرماسير مدور، وبواقي فرماسير اللي هو الطويل ده كان باقي عندي من مره قبل كده. عملت برده كانت حفله عيد ميلاد وكنت عامله فيها ايه دونت. اسهل حاجه الدونت بيرمي معاكي كتير. فالمهم سيحت الشوكولاته ازاي يا امان يا رغايه، حطيتها قطعتها كسرتها في الطبق ودخلتها الميكرويف 30 ثانيه في 30 ثانيه. ما عنديش ميكرويف، اعمليها في حمام ميه. ما انا قبل كده عملت الدونت قبل كده زمان في حمام ميه كده، وكان جميل قبل ما اشتري الميكرويف. تمام. وهزيحت الشوكولاته البيضاء والشوكولاته السمراء، واحط عليها ايه شويه يعني ايه معلقه زيت هنا ومعلقه زيت هنا، واروح مغطسه الدونتايه وهبتها هبدتين كده عشان تنزل كل الشوكولاته الزايده اللي فيها. وبعدين ايه اروح ايه رش عليها فرماسيل، ورشها انا حطها على الصاج حاطه عليه كيس عشان بواقي الشوكولاته اروح حطها تاني بعد ما تنشف واسيحها تاني، وهكذا عشان التوفير. لازم نوفر ما نقعدش نكلف. المهم واروح بقى ايه عامله بردك في الشوكولاته البيضاء، وادخل الصاج ده ربع ساعه 10 دقائق على ما ترصي الصاج الثاني. يعني الصاج ده يدخل يتلج، على ما ترصي الصاج الثاني تلاقيه جمد وبس. وعملت الكميه الجميله دي والله في منتهى الجمال وحاجه جميله كده، والعيال اتبسطت منها جدا. كان عيد ميلاد زي العسل، كان محتاج كده. وصلنا لاخر الفيديو. كانت معكم ايمان هلال، مطبخي قناتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اكل زمان في مطبخ ايمان. دعموني بقى بلايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وسبسكرايب ديت، ولا بيقولوا عليها ايه، اللي هي المشاركه للناس كلها عشان تشوفني. والسلام عليكم ورحمه